مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ هلا وكل الهلا بيكم بفيديو اليوم. تعالوا نسوي الدجاج المحشي على أصوله ويا رز مبهر بالحشوة أروع ما يكون. طريقة بسيطة يطلع وياكم الدجاج كأنما جايبيه من أحسن المطاعم، محمر وذايب، ريحته وطعمه يجنن. أتمنى تجربوها للطريقة ومتأكدة إن شاء الله راح تعجبكم. بس قبل ما نبدي أتمنى إذا كانت هذه أول مرة تشوفونا اشتركوا بالقناة ونورونا، وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسون خلونا لايك وادعمونا. وهسه نقول بسم الله وبسرعة نبدي. عندي هنا دجاجة غسلتها ونظفتها كل زين ونقعتها بخليط عبارة عن كوبين من المي ويا كوب من عصير الليمون. انقعوها أقل شي فد ساعتين على مود تتخلص من أي طعم العفو وزفر، وبنفس الوقت تاخذ نكهة الليمون الطيبة. بعدين راح نشيلها من السائل اللي نقعناها بيه، ونبدي بهالشكل هذا نفصل من كل الجهات الجلد عن اللحم. بعد أن فصلنا الجلد عن اللحم بهالشكل هذا اللي شفتوه، راح نبدي هسه نبهر الدجاجة مالتنا. البهارات كلش بسيطة، ملح وبابريكا وبهارات الدجاج. أي نوع من بهارات الدجاج متوفرة عندكم ممكن ترهم وتستخدموها بهاي الوصفة. خلطت المكونات مع بعضها وهسه راح نبدي نبهر الدجاجة مالتنا بهالطريقة هذه اللي تشوفوها. تخلون التوابل بين اللحم وبين الجلد، وأيضا تغلفون بها الدجاجة. ومثل ما قلت لكم أصدقائي، أي نوع من توابل أو بهارات الدجاج متوفرة عندكم تقدرون تستخدموها بهاي الوصفة. كملت تتبيل الدجاجة بالطريقة اللي شفتوها. تعالوا ننتقل هسه لتحضير التمن اللي راح أقدمه ويا الدجاجة وأحشي بيه الدجاجة. راح نسوي كمية وفيرة من الرز، وهسه راح أقول لكم ليش. عندي هنا جدر خليته على نار وسط، وضفت كمية من الزيت النباتي وحبة بصل متوسطة ثرمتها ناعم وبديت أحمسها. أول ما البصل عندنا ذبل ضفت فص واحد من الثوم. الناس اللي ما تحب الثوم ويا التمن ممكن تلغوه، بس هو طعمه كلش طيب. ضفت ملعقة طعام من بهارات البرياني، ونصف ملعقة وسط من النومي بصرة المطحونة، ونصف ملعقة وسط من الدارسين أو القرفة، وكم حبة من الهيل. راح أحمس التوابل بهالشكل هذا ويا البصل شوية إلى أن تشمون ريحتها هيك الطيبة بدأت تتفحفح. وبعدين راح أنزل 3 أكواب من الرز هذا استخدمت البسمتي، غسلته ونقعته لمدة ربع ساعة. بعدين صفيته وضفته فوق التوابل. وهسه راح أنزل كمية من المي، وكمية المي أكيد حسب نوعية الرز أو التمن اللي انتو دا تستخدموه. يعني احنا دا نطبخ اليوم بالطريقة العادية، فضيفوا كمية المي اللي انتو متعودين عليها. ضفت أيضا الملح، قلبت المكونات مع بعضها وتركت الجدر مالتنا على نار وسط إلى أن ينشف عندنا المي بالكامل. هسه بهاي المرحلة نشف عندنا المي اللي ضفناه بالكامل. راح ناخذ جزء من التمن أو الرز مالتنا على مود نحشي بيه الدجاجة. أخذت أني تقريبا كوب من التمن، واللي بقى راح نتركه على نار هادئة إلى أن يستوي بالكامل على مود بعدين نقدمه ويا الدجاجة، لأن أكيد الكمية اللي راح نحشي بيها الدجاجة ما تكفي عائلة، فليش نطبخ التمن مرتين. فاللي بقى راح نتركه على نار هادئة إلى أن يكمل الاستواء مالته. والكمية هذه اللي أخذناها راح نحشي بيها الدجاجة مالتنا بالطريقة اللي تشوفوها. أنا بالنسبة إلي أشوف هاي الطريقة أسهل، إنه نطبخ من البداية كمية وفيرة من الرز أو التمن على مود ست البيت ما تفطر مرتين تسوي أو تطبخ التمن. فمن البداية نسوي كمية كبيرة، ناخذ من عندها جزء نحشي بيه دجاجة دجاجتين، يعني حسب ما شاء الله الكمية اللي تحضروها. واللي يبقى نتركه على نار هادئة يكمل الاستواء مالته، وبعدين نقدر نسوي وياه حشوة همينة مال شعرية، وياها بزالية بوتيتش وشنو انتو يعجبكم، ونقدم الدجاجة وتطلع ويانا روعة. هسه بهالطريقة هاي اللي تشوفوها إن شاء الله يكون الفيديو واضح قدامكم. بديت أوزع الرز بين الجلد واللحم، وبعدين أكيد راح نحشي بيه داخل الدجاجة.
أهم خطوة لازم ننتبه لها أثناء حشو الدجاجة إنه ما نضيف بيها رز زيادة عن اللزوم، لأنه هذا الرز إذا نستخدمه بعد ما مستوي راح يكمل استواءه أثناء شوي الدجاجة، فأثناء الاستواء راح ينفش أكثر وتنتشر حبات التمن، فلازم نبقي مسافة بهالشكل هذا. لاحظوا لازم نبقي له مكان على مود يستوي وياخذ راحته وينتفش، فبالتالي ما يطلع عندنا الرز بداخل الدجاجة معجن. دائما تجيني أسئلة إنه ليش من نسوي دجاج محشي التمن يطلع معجن بداخلها؟ لأنه ضايفين كمية كلش كبيرة فالتمناية ما ماخذة راحتها بالاستواء، أو أنتم مثلا تكونون طابخي زيادة عن اللزوم ومحشين بيه الدجاجة، بس السبب الأكبر إنه ما منطي مجال إنه يستوي بالداخل، فيا أما يطلع وياكم محبب ما مستوي يعني الحبات ما تتمن بعدها قوية، أو تطلع وياكم الحبات معجنة لأنه أيضا مثلا طابخية زيادة عن اللزوم أو ما عندها مجال أنه تستوي وتنفش بصورة صحيحة. فلازم ننتبه لهاي الفقرة أنه ما نحشيها زيادة عن اللزوم حتى همينا ما تنفجر أثناء الشوي، لأنه هذا الشيء أيضا يخلي شكلها يخرب، أنه التمن بعد يصير كل هواية وما له مجال، فممكن عندكم شكل الدجاجة يخرب وتنفجر بداخل الفرن. اسم الله عليكم من الانفجار، بس يعني بما معناه أنه الدجاجة عندكم تتفلش. طيب قفلنا هسه الدجاجة بالطريقة اللي شفتوها بعد أن كملنا الحشو مالتها. ضروري أن ننظفها كلش زين وما نبقي أي تمناية على سطح الدجاجة على مود ما تحترق وتخرب منظرها. هسه راح نجيب نصف ملعقة طعام من معجون الطماطة وياها ملعقة طعام من الزيت النباتي ونخلطها كلش زين مع بعضها بهالشكل هذا، ونبدي نمسح بيها الدجاجة مالتنا. ضروري أثناء هاي العملية أنه ما تبقون بيها نقاط مال معجون، يعني بهالشكل هذا لا تبقون، ضروري تمسحوها كل زين بهالشكل هذا على مود أثناء الشوي ما تصير عندكم نقط سوداء بسبب أنه المعجون هذا متكتل، فبالتالي من تجون تشوه راح يصير يعني منظرها ما حلو، على مود تطلع عيني وياكم دجاجة مثل اللي تجيبوها من المحلات هاي اللي بالشوايات ما كل حلوة، تطلع وياكم. هسه شوفوها إن شاء الله بنهاية الفيديو شان راح تطلع. هسه على مود نحافظ على الدجاجة مالتنا إنه ما تتفسخ، لأنه راح نغلفها تغليفة محترمة بحيث تطلع منتهية من الفرن وذايبة ذوبان. فشديت الرجل مالتها بهالشكل هذا بخيط وبعدين أكيد راح نشيله أثناء التقديم. هسه راح نبدي نغلفها، راح نجيب ورق الألمنيوم ونجيب ورق الزبدة بهالشكل هذا على مود نمنع احتكاك الأكل بورق الألمنيوم وبالتالي ما يأثر على صحتنا. جبت الدجاجة بهالشكل هذا ورتبتها، ونتأكد أنه أثناء اللف أنه الأجنحة تاخذ شكل حلو على مود مثل ما اتفقنا ما تتفسخ عندنا، فبهالشكل هذا نرتبها ونلفلفها ونقمطها مثل ما نقول بالعراقي تقميطة محترمة. بهالشكل هذا راح تنطبخ عندنا على البخار ينحبس بداخل التغليف، فبالتالي تطلع الدجاجة ويانا ذايبة ذوبان وما تطلع ناشفة. أني سبق وشاركت وياكم هاي الطريقة مالت الشوي وكلكم أغلبكم جربها وعجبتكم النتيجة، فجربوها أيضا ويا الدجاج المشوي راح يطلع وياكم يجنن. طيب هسه الدجاجة مالتنا صارت جاهزة إنه نشويها، راح ندخلها إلى فرن درجة حرارة 200 لمدة ساعتين. أشغل الشوايتين بنفس الوقت، إذا الشوايات مالت الفرن ما تشتغل سوية ممكن تستخدمون المروحة. أشويها لمدة ساعتين، بعدين ورا الساعتين أفتح التغليف وأبقيها بالفرن على مود تتحمر. وطبعا درجة التحمير حسب رغبتكم، شقد انتم حابين يعني الدجاجة تحمصوها براحتكم. تعالوا هسه نسوي حشوة بسيطة وطيبة نخليها ويا التمن مالت الدجاجة. جبت مقلاة واسعة خليت بيها شوية من الزيت النباتي، وعندي هنا تقريبا كوب من الشعرية بديت أحمصها بهالشكل هذا. أول ما أشوف الشعرية بدت تاخذ لون أسوي مجال على جهة بهالشكل هذا وأخلي كوب من البازاليا المجمدة. طبعا هاي بازاليا مجمدة غسلتها خليتها تذوب، وبعدين بهالشكل هذا صفيتها من المي وبديت أحمرها شوية ويا الشعرية. ممكن أكيد تسوون يعني كل خطوة على جهة، بس هاي للسرعة وللسهولة ممكن تسووها بهالشكل هذا. بقيت أقلب البازاليا ويا الشعرية إلى أن أخذت الشعرية ويانا هذا اللون الحلو، والبازاليا أيضا أخذت لها يعني حمسة بسيطة. راح أضيف هسه نصف ملعقة كوب من الكركم ونصف ملعقة كوب من النومي بصرة المطحونة، وأقلب المكونات مع بعضها شوية. راح نضيف أيضا كمية من المي، وكمية المي لازم ما تكون كلش هواية بهالشكل هذا، مجرد عندنا تغمر المكونات، لا تخلوها ترتفع هواية فوق الشعرية على مود ما تعجن وياكم. راح أضيف أيضا رشة من الملح وأقلب المكونات مع بعضها وأتركها على نار متوسطة إلى أن ينشف عندنا المي.
هسه بهاي المرحلة راح نضيف مكعبات من البطاطا أو البوتيتا المقلية، قشرتها وقطعتها وملحتها ورشيت لها شوية من الزيت النباتي وقليتها باستخدام القلاية الهوائية. ممكن تقلوها بالزيت العادي، ممكن تشوها بالفرن براحتكم. قلبتها ويا المكونات بهالشكل هذا. راح أرجع أغطي المقلاة وأتركها على نار هادئة إلى أن تتهدر عندنا الحشوة، تقريبا في 10 دقائق ربع ساعة مو أكثر. تصير ويانا روعة وطعمها يجنن. طيب هسه الحشوة الحلوة مالتنا صارت جاهزة، والدجاجة أيضا تحمرت وصارت روعة، والتمن عندنا استوى. تعالوا نهندس ونرتب صينية الدجاج الحلوة مالتنا. راح نصب أكيد أول شي التمن، بعدين نخلي عليه الحشوة مالت الشعرية، وأن تتربع الدجاجة على عرش الصينية مالتنا. نوخر هاي العودان اللي قفلنا بيها الدجاجة ونرفع الخيط، ويعني نكشخها ونلبسها. راح أستخدم شوية من ورق الألمنيوم على مود أرتب بهالشكل هذا الدجاجة مالتنا ونقدمها، وتطلع عيني كشخة وكأنما جاية من أحسن المطاعم. طبعا ريحتها لونها أكيد وصلكم، يعني أكيد هسه أنتوا تتخيلون إيش قد طعمها طيب. أتمنى تجربوها أصدقائي، ومتأكدة إن شاء الله راح تعجبكم. اللي يلعب دور أساسي بالطعم هو نوعية بهارات الدجاج اللي راح تستخدموها. كل ما تكون طيبة تطلع وياكم الدجاجة روعة. وحاولوا أيضا تكون يعني البهارات يكون بها شوية من الطعم الحار، مثلا فلفل أسود أو يعني فلفل أحمر، تكون يعني شوية توابل حارة، أيضا راح تنطي نكهة كلش طيبة للدجاجة المحشية. وهذا هو شكلها من الداخل. شوفوا بسم الله ما شاء الله التمن شلون حبة بحبة، طعمه وريحته تجنن. سهمكم العافية يا ربي، إن شاء الله تجربوها، وعلى قلبكم وقلب أحبابكم بألف صحة وعافية. وصلنا لنهاية الفيديو مالتنا لهذا اليوم. سوينا دجاجة محشية خطيرة بطريقة بسيطة وطعم يجنن. سهمكم العافية يا ربي، أتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. أشكر دائما متابعتكم وتواجدكم بقناتي. نلتقي إن شاء الله الفيديو الجاي، مع ألف سلامة.